الشافعي وأحمد، لأنهما أقرب إلى السنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل أئمة، هذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام أحمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها، ثم بأصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك، فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، هذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم، قال: يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث الصحيح فعلمني به، سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا، لعله ذكر بلادا أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة من الإمام الشافعي إلى عدم تقليده لإمامه مالك، إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى، وله وجهة نظر في ذلك على اعتبار أنه كان مقر نخبة الصحابة، حيث كان هناك الرسول عليه السلام المدينة واستقر فيها كبار الصحابة، ومات من مات منهم فيها كأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.